هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم بيت اهلي، لان صار لي فترة ببيت اهلي لان كنت مريضة اسم الله عليكم، والحمد لله صرت زينة ورجعت لبيت عيالي. بس هذا الفيديو مصور من زمان وقلت خلنا انزله لكم. فما اني نزلت هذا الفيديو ان شاء الله راح انزل لكم الفيديوهات الجديدة مع رمضان وتجهيز رمضان واكلات رمضان، وان شاء الله شهر رمضان خير وطاعة للجميع، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. ويلا نبلش بالفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. حبايب قلبي، إذا جداد على القناة اشتركوا بقناتي وفعلوا لي الجرس حتى يوصلكم كل فيديو أنزله، وحطوا لي لايكات وكتبوا لي بالتعاليق منو جهز الرمضان. هنا مثل ما تشوفون أول شي بلشت بالصالة، مثل ما تشوفون كنست التخم ومسحت الطبلات، وبعدين كنست الأرضية، وبعدين بخرت الصالة. وهنا حبايب قلبي طبيت لي الاستقبال ولقيت اختي بنظفتها بس عاوزة ابخرها، وهنا مثل ما تشوفون قاعدة ابخر بيها. وهنا كملنا من الاستقبال والصالة، بقت بس الغرف والطارمة. هذا تنظيف رمضان لين ما شلنا الفراشات بعد الجو بارد شوية. اذا الجو بقى هيك بارد ما نشيل الفراشات، نخليهن ان شاء الله للعيد، تنظيفة العيد. اكتبولي بالتعاليق منو متحمس الرمضان، شنو جهزت الرمضان، سويتوا تنظيفة رمضان لو بعدكم. وهنا مثل ما تشوفون هنا بديت بالغرفة، مثل ما تشوفون كنستها وبعدين بخرتها، فتحت الشبابيك. وهنا لازم البيت يطق الشمس يتهوى. وهنا مثل ما تشوفون بديت اكنس بالممر. وهنا كملنا تنظيف البيت كله، وهنا طلعنا للطارمة نغسلها. وهنا مثل ما تشوفون وحدة قاعد تمسح ووحدة قاعدة ترش بالطارمة. وهنا غسلت دراجة أخويا، ما شاء الله الطارمة كلش كبيرة وأخذت وقت كلش هواي وياي على ما رشيتها وكملت ونشفناها. هنا بديت أغسل بالمغسلة والمراية. وهنا كملنا كل التنظيف وراح نبدي شنو نسوي للغدا. وهنا كملت الطارمة عندي، ما شاء الله نظافة والله راحة نفسية، يعني هسه واحد يقدر يسوي غدا على راحته. هنا مثل ما تشوفون راح نسوي غدا دولمة من ايد اختي. هنا بدينا بالثرم. هنا مثل ما تشوفون اول شي ثرمة البصل، وبعدين الطماطة، وبعدين الكرفس، وبعدين البوتيتة. وهنا حضرنا لها اللحم والتمن وبعد شنو وبعد البهارات. وهنا مثل ما تشوفون كملت الثرم، وهنا ذبت اللحم عليه والتمن، وعوز بس البهارات نخليها ونبدي نلف. هنا مثل ما تشوفون خلصنا من الحشو، هذا السلق. وهنا عصرنا نومي حتى نخلي على الحشو. وهنا راح تخلي البهارات، الملح، زيت الزيتون. هنا مثل ما تشوفون اول شي خلت نومي حامض، وخلت زيت الزيتون، وخلت كركم وفلفل اسود وبهارات الدولمة. وهنا اخر شي الملح والمعجون. هنا مثل ما تشوفون خلينا خاشوقتين معجون. وهنا مثل ما تشوفون الحشو كمل عندنا. وهنا بدأت تخلط المكونات كلها سوا. وهنا فورت ماي حتى أسلق السلق وأكمل، وبعدين نبدي نلف بالدولمة. وهنا كملت من السلق وحضرت الجدر مال الدولمة، وحضرت الحشو والسلق وفرشت بالطارمة وبدينا نلف. وهنا أختي بدأت تلف بالدولمة. وهنا كملنا من السلج وبقى حشو، وسوينا بصل وبدينا نلف بيه ليش يزود هذا الحشو. وهنا مثل ما تشوفون خليت الدولمة على النار شوي تتعرق، وبعدين اخليلها المعجون. وهنا رشيته داير ما داير عليها، وراح اخليلها قبق صغير يعني يغطى هذا المجموع كله، وبعدين اخليها تستوي على راحتها. وهنا مثل ما تشوفون استوت الدولمة. وهنا راح اقلبها
ما شاء الله الريحة ترست البيت ترس، يعني شحجيكم الطعم مالها يتجنن. عاشت ايدها وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.